يا جماعة الخير هذا المكان أكثر مكان ينشوي به أجنحة بكل أربيل، ما شاء الله. يعني تخيل 3 4 يشون سوا بهالمكان هذا، أو أكثريتهم ما سامعيها قبل، لكن هنا يبيعون روبيان شوي. شوف شلون يسوي. ثمن الكردي، هاي ثمن بنوعياتها موجودة. شوف هنا موجود صدر دجاج، تشوف غير. شوف شلون هذا اللي احكي لك عليه، هذا الاستواء. اليوم مختلف عن كل الايام، جوعانين بشكل ما لقينا محمد في مكان نروح. فرفر، رحنا العينكا، رحنا البختياري. احنا ردنا اكل شعبي. والله لا والله غزوان بالحر ما بدنا نشتهي. مو ما بدنا بس هسه جوعانين. هسه جعنا وصلت حدها. بس وين نزلنا؟ نزلنا على شارع اسكان. تعرفون شارع اسكان بعد الاكلات الشعبيه مالتها، الاجواء الحلوه اللي بيها. محمد ايش مشتهي؟ مشتهي شغله هيك يعني ببالك؟ لازم نشوف، لازم نشوف ونقرر. غزوان اكو ناس تقول انتم ليش مثلا الا بالاسكان؟ احنا نحب هاي الاجواء الشعبيه. لا واسكان هم تلقى بيه شغلات جديده، يعني من تنزل تلقى بيه شغلات جديده. شوف القعدات شلونها ماشيات. يا جماعه الخير هذا المكان اكثر مكان ينشوي به اجنحه بكل اربيل. شوفوها شلونها، يعني نقدر نقول لكم 150 شيش سوا ينشوون. طبعا هذا مو بس المنقله، بعد منقله عندهم يجوا همين. شوفوها، الشيء اللي يخطر على بالك ينشوي بهالمكان. حتى الروبيان شوي موجوده يمهم. بس شوفوا لي الشكل الشوايه شلونها مرعبه بشكل، يعني فعلا اكبر شوايه موجود بمدينه اربيل. هنا شو تريد من الشوي تقدر تاخذ. احسكم جاي تشتمون الريحه منا. شوفوها شلونها ما شاء الله. يعني تخيل 3 4 يشون سوا بهالمكان هذا. حتى روبيان موجود، راح نجرب الروبيان مالتهم من ويا الاجنحه مالتهم. شوفوها الشكل، هذا شكل الشوايه. بعد احد الشوايات الموجوده هنا موجود عندهم العمال يشتغلون. طبعا صاحب هذا المشروع قريب على 1000 موظف عنده على عده افرع. طبعا يا جماعة الخير نزلنا شيش روبيان وشيشين أجنحة. شيشين أجنحة شيش أكو مدور يجيك هالشكل هذا، ويجيك أجنحة تخت يسموها، يعني شلون نقول مثل صاير مستطيلة مو مدورة، هذا الدائرية. فأنت تقدر تختار هذا النوعيات اللي تريدها. وهذا الروبيان مالتهم يا جماعة الخير. الروبيان فد شيء هنا، قول بسم الله. الروبيان فعلا طعمه بهالمكان على العالم. والاجنحه شو تسوي له؟ شوف يا جماعه الخير، سوي له هيك. شوف اللحم مالته هيك صار، هذا بمعنى اجنحه هيك مستويه. تفهمون شلون؟ من صدق النكهه والطعم على العالم. هذا يعتبر اكبر شوايه بمدينه اربيل. انا ما شاء الله اشوف الازدحام القعده، ازدحام بشكل، واكو مكان خاص للعوائل همين. محمد ذوق وقول لي بصراحه، يعني قول لي النكهه مالتك بصراحه، لا ظل الروبيان وكلها. وهذا الاجنحه يعتبر الاجنحه الصفح مالته يا جماعه الخير. هنا بس اللي اقول لكم اذا ما تحبون الحامض قولوا لهم، فعلا حامضه تجي شويه، بس النكهه طعم عالمي. مو المره اخفنا ذيك المره. ذيك المره فدنا بحظ مضيع الطعم، بس لا نكهه صايره صدقوني. بس الاجنحه هنا فعلا اقدر اقول لك صايره حلقوم، يعني حلقوم بمعنى الكلمه. الاجنحه ينوكل بدون خبز يا جماعه الخير، بس هم يجيبوا لكم خبز فدنوب مستوي، يعني مهروس الهرس، يعني اجنحه مهروسه هرس. يعني هنا فعلا انا قلت لك الاجنحه بس تريد تعرفها هيجي. شوف شلون كامل يتشلع يطلع العظم مالته. فعلا الاجنحه يا جماعه الخير اطيب من الروبيان. بس انتم تجربه. احنا طبعا مجربين الروبيان قبل، بس هسه هم نزلتها الروبيان شوي، او اكثريتهم ما سامعيها قبل، لكن هنا يبيعون روبيان شوي. طبعا يا جماعه الخير حتى الخبز مالتهم حار بحار هنا. تشوفون شلون قدام عينكم ينخبز بهالمكان ويطلعون يجيبوه لكم هناك. يا جماعه الخير المكان اللي اكلناه كان بالاخوشه كيف اخر هريريه بهالمكان هذا، بدايه الاسكان راح تشوفوا. حتى السيارات اذا تشوفون كلهم واقفين عليه، ياخذون سفر يروحون منها، تدخلون عليها لي جوا العائلي مالتها والشباب مالتها. قعداتها حلوه بصراحه. يعني اقدر اقول لكم واحد من اطيب المشويات ممكن تاكلوها بهالمكان هذا. طبعا اذا تركز كل هذا الحديقه كلها مالته، تشوفون شلون
هذا الحديقة كلها إله. بهالفترة هذا الأخيرة بعد ما راح تشوفون ولا بسطية هيجي بسطيات بالشوارع، صار ممنوع فعلا. لكن هسه اختفت اختفاء فول. دا تفتهمون شلون؟ يعني بعد ما تشوفوها بالشوارع نهائيا. بلدية اربيل منعهم كلش. بعد بقت شنو بعد؟ بقت بس الاكشاكل ثابتة، يعني هذولا كمين هم يسووها. طبعا شارع الاسكان يفرق عن شارع سالم. اللي يشوفوها المرة ان شارع سالم احتمال مرات العوائل ينزلون عليه، هنا مطاعم يجوا لها عوائل لكن كلش قليلة. يعني هذا الشارع نقدر نسميه شارع شبابي بحت. شو هذا حبيته كلش. يسوون شاورما على الشارع، وهنا تقدر تشرب لك شغله بارده همين. يا جماعه الخير هنا شوفوا الشاورما مالتها شلونها. يسووها قدام الحين، وهنا يسوون الشربت بهاي الطريقه. طبعا كلش مشهورين هنا يسوون الشربت بارد، يسووا لك ثلج. شوفوها شلونها، كل شيء حاطيها على الثلج ويرجع ينطيك اياه هيك بارده. شوفوها شلون راح يطقوها. شنو تريد من الخبطات يسوي لك هنا. لكن احنا شنو راح ناكل لنا شاورما منها همين. شكل الشاورما كلش نظيفه. واحد لحم هوية حاضرة. اي جانك محمد، حاضرة طلعت محضريها قبل. وهسه بعد ما حكينا ننزلها. لا هم محضريها على الحار بحار، حتى قبل ينطيك اياها، مو حار بحار. قصة هاي نشوفها هنا جاي يسووها قبل مباشرة ويخليها هنا. محمد ما نشرب شغلة باردة منها همين. شو تقول؟ دو شاورما، یک دانه مايونيز، یک دانه طماطم خيار، یک دانه طماطم خيار بياس. ها محمد شلونها؟ طينا رايك محمد. انا احب الشاورما. تحب الشاورما؟ والله وجهك ما شاورما محمد انت. برا اود يكلف ابو. اري والله يكلف ابو. تعال هنا شوف. هنا راح نشرب لنا ليمون همين بارد. ما مسيك ليمون مالنا ذي؟ سيفن مالنا خلينا نشوف شنو من الليمون راح ينطينا. هنا شو تريد؟ تخلي لك ملح عليه، يخلي ليمون عليه. شوف حتى عندهم خلطات همين. هسه خلي اجرب هسه، بس خلينا نشرب شغله بارد. ايش تشرب؟ انت طالب بيبسي. بيبسي؟ بيبسي؟ يلا خلينا نشرب بيبسي. والله فعلا بيبسي بارد هسه تروح طيبه. شوف شلون زي يسوي. ليش ما نسوي خلطه محمد؟ نخلط الليمون ويا تيجر. شو تقول؟ تشرب ولا لا؟ لو تريد بيبسي لا اشرب بيبسي انت. والله خلطه؟ اي وزعها بالقلاص. خلي بس يوصل لنا السرة. احنا السرة بعد ما واصل لنا محمد. الناس قد ما ازدحام عليه ما شاء الله. والله كشك صغير ما شاء الله يشتغل مثل المطعم يعني. طريقة حلوة. بطريقة حلوة وغريبة. طبعا هذا يفروها هيجي ويرجعوها تصير حركة مالته، بس ما جاي يفر اخونا. شو هسه راح نقول له بلكي فرنا يا فره. باقي ابي باردة. شوف ايش راح يطلع لنا الخطة مالتنا. طبعا هنا الناس من الحر يدور شغله بس يبرده، فهنا هذا الشغله اللي يبردك بهالمكان. شوف سوينا الخطه هذا اللي احنا قلنا عليها. هو كم دقيقه جرقم؟ دونيو ويا القلاص ويا كل شيء 2000 ونص، يعني نقدر نقول لكم $1.50 هذا القلاصين اللي نشربهم. تمام. وهذا يخبطوها شلون يخبطوها. دكتور انت يكلي كم؟ هيك يسويها. تشوف شلون؟ هو المفروض يخبطها هيك، بس حاليا موقفه لانه دا يبيع. من هنا تاخذ لك قلاص سفري. يلا محمد شلونها ويا البارد؟ ما طيب. مو؟ انا الليمون ما احبه. صار شويه كسر طعمه. اني بالخلطات قويه محمد. انت مجربها لو هيك عشوائي؟ مجرب ويا لا مجرب ويا سبارتا شو اسمه
ويا شو يسموها هذا الغازي سبراي ويا سبراي مجرب ايه، بس هذا ويا الليمون تطلع فد شيء. طعم الليمون مو كلش قوي. مو ليمون وتيجر صارت تطعم فد شيء. بالصيف تشرب شيء بارد. هذه بس عديمة. تعال شوفوا الازدحام الشارع شلون صار، حتى السيارات وقفت. خلي احنا من نطب منها. طبعا يا جماعه الخير اكو فد شغله هنا السوق ايام الجمعه تشوفون الازدحام مالتها كلش مختلفه عن الايام البقيه. يابا حاره حاره مو والله ما في. محمد شلون شاورما كانت؟ والله طيبه. هاي تنطيني يا جماعه الخير الخبز الشاورما صدق كلش ما طيب الشاورما الخبز مالته. لا طيب بس هو ما يحب الشاورما. والله ما حبيت الخبز حيل قوي. اي الخبز مو زين. القص طيب بس الخبز ما طيب. بس الشغله البارده هو الجاي يحلي شغله. عافية. هنا موجود مشويات همين بنوعياتها، شنو تحبون تقدرون تاكلون. هذا المشويات اللي على الشارع، هذا اكلات الشوارع بعد مال اسكان. شوفوا هنا همين نفس الوضعيه مال هذاك، تشوفون شلون؟ نفسه اللي شربناه هذا اللي بيدنا نفسه من عندهم هيك. بس هذاك الولد كلش مشهور بشارع اسكان، يعني هو اللي اسس الشغله، هو اللي اجى بيها على السوق، تفتهم شلون؟ فمن هناك من اجى الناس قام ياكلون يمه. شوف هنا شنو موجود؟ شنو هذا كنافه؟ طينا هاي صغير طينا معه صغير. خلينا نشوف شلون الكنافه مالته. عندهم كل نوعياته. تقدر تذكر لنا اسماء مالتهم؟ شو اسمه؟ اليمه هذا قلقل. اليمه شو اسمه هذا؟ شعريه. هو ما يعرف. هو طاط لي بومه بقلاوه، وهاي بقلاوه فستق. زنود السد، اي والله فعلا زنود السد هم اللي جرب محمد. شو ما ادري ليش اهل الموصل يحبون زنود السد ليش؟ طبعا العرب بشكل عام يحبون زنود السد كلش. نشوف الكنافه مالته شلونها. ها ما اعرف بعد ما جربت سوقه. زينه بدون اضافات اي شيء، حتى قشطه ما ضايفين لها يا جماعه الخير. هذا الشكل مالته مباشر شعريه يعني عاديه. بس يا جماعه الخير انا صار لي فتره كلش طويله ما ماكل حلا نهائيا، فقمت احب الحلا، يعني اكل حلا شيء خفيف كلش مو مثل قبل. اكل بالعافيه. واللي يحبون الاكلات الدسمه اكيد ما ننسى انه موجود معلاق، موجود صدر دجاج، وموجود هنا ثمن بنوعياتها. شوف يا جماعه الخير مثل هيجي تحضر لك ماعونه وتاكل بيها. شوفوها شلون ثمن الكردي، هاي ثمن بنوعياتها موجوده. شوف هنا موجود صدر دجاج. محمد خلي يجرب ماعون من ثمنات مالتهم كلهم، ويا الصدر ويا شو اسمه مالتهم ويا فخذ. انت قفلت مو انا راح اجرب. ما مسا ياك خابده ثواني بداي لو مان هر سيبرنجا كي تيكلي كتخوا تيكلي كاو هار شاركاني كم يتيكا نشوف شو راح يطلع لنا. خلطة ضربعتهم حتى نعطيكم النكهة كاملة. شلون حتى البرياني خلاه مقلوبة. اها شوف الشكل شلون صارت. هاي الشكل المقلوبة مالته. وياك راني تيناك يشتري رانك رامبي اي دير اها خلى عليه المي مالته همين. عافية الله يعافيك. شوف الشكل مالته شلونه والله العظيم عالميا بينه. كيفك شو تسوي سوي. خلي هذا 4 نوعيات ثمن، وهذا الماعون خلانا هذا شو اسمه همين تبسي، وهذا فاصوليا. والله عمي عاشتي ده. هذا الشكل الوجبه. خلينا نشوف هذا الوجبه ايش قد راح يكلفنا. طبعا يا جماعه الخير هنا كل شيء بيدك، تريد خبز مقبلات وهاي شغلات تقدر تطلبها، حتى الخواشيق احنا نجي ناخذها تمام. وهنا شنو موجود بعد؟ عندك المي فري، ايش قد ما تريد تقدر تشرب مي تمام. اياتها مخلينها هنا بالثلاجه، وهنا من برا مخلين لانه يخلون عليه قالب ثلج. شوفون شلون يصير كلش بارده.
فالمي مالته كمين فري، ايش قد ما تريد اخذ، بس اخدم نفسك بنفسك. شوف الناس اللي قاعدين ياكلون، فاحنا همين راح ناكل هنا. ها محمد، المي مالتهم فري، شو تريد بعد؟ طبعا يا جماعه الخير التبسي مالتهم والفاصوليا واليابسه مالتهم والثمن 4 نوعيات ويا برغل. نقول بسم الله نذوقهم هيك. اهم شغله لا تنسون التمن الكردي يا جماعه الخير، هذا ثمن الكردي تصير ناعمه ومدوره. لعبه. والله هاي الوجبه فشي على العالم من صدق. طيب بس هاي مال غدا احس مو عشاء. مال غدا وعشاء. خلينا نشوف ايش قد راح يكلفنا هاي الوجبه. شكل الوجبه صايره هيك، تشوفون شلون. وهذا الفخذ، الفخذ من نسوي له هيك تشوف غير. شوفوا شلون، هذا اللي احكي لك عليه، هذا الاستواء. شوف اللحم، تشوفون شلون صايره متفتته، اللحم متفتت. من صدق شارع عسكان يبدعون بالاكلات يا جماعه الخير، يعني ايش قد تقول طيب، طيب لدرجه. يعني طبعا بديت منه لانه التمن الكردي موجود بهالمكان هذا. التمنات اربعتهم طيبه، والبرغل فد شي طيب حيل، لكن بقى المقلوبه، لازم اجرب المقلوبه همين. هاي المقلوبه مالتهم، احب الانسان اللي يشتغل بشغل ويبدع بيها، ففعلا هذول مبدعين بشغل مالتهم. هذا الاكل اقدر اقول لك حيل يغير من وضعك اذا انت جوعان، حيل يشبع. يعني اقدر اقول لك هذا يشبع نفرين كلش بشكل زين. شوفوا يا جماعه الخير الفخذ والنوب، الفخذ اللي مسوينها مبدعين بيها. يعني فخذ كلش صاير يعجبني بشكل. قبل كنت احب الصدر، لكن هسه حاليا قلت احب الفخذ. وتجيبه على التمن، هذا شكل التمن الكردي من قريب اللي ما يعرفون. طبعا يا جماعه الخير اول مكان التقيت بمحمد كان هنا داخل مدينه اربيل، جبته هنا عزمته بهالمكان. كان كلش طيب، كانت ايام شتاء كان مطر. شوف الناس شلون جاي ياخذون اغراضهم هنا بهالمكان. طبعا الوجبه كلها تقدرون تاكلون داس خوش بجرب زور صفد. طبعا الوجبه كلها تاكلوها فقط ب 5000 دينار هنا روب نانو الخواردنجن. اسم المكان روبا نو. فبهالمكان هذا الزاويه اول ما تدخلون شارع عسكان تقدرون تلقوهم من يم الترفك لايت. اكلاتهم شعبيه طبعا داخل شارع عسكان، هم هنا بهالزاويه صايرين. صدقني بهالوقت اقول لك اذا تسوي هاي الاكلات اللي اكلناها بالبيت يطلع لك اكثر ب 5000. يعني تخيل فخذ 4-5 نوعيات من التمن ويا برغل كله ب 5000. والتمن زينه يعني كميه كبيره يعني هواي. يعني صدقوني اذا يسووه بالبيت يطلع اغلى. تعال سوي البرغل، تعال سوي التمن، تعال سوي تمن نوعيه ثانيه، نوعيه ثالثه. ما تقدر تسوي قد نوعيات. عافيه 4-5 نوعيات تمن. ففعلا يعني فالشي السعر مالته يا جماعه الخير، هذا الشارع واحد ما يقدر يستغني عنها نهائيا. صدقوني حتى من اروح على اي مدينه جديده او اي دوله جديده فادور لي شوارع، يعني صراحه هيك شوارع يكون اكلات مالتهم طيبه واسعارهم تكون مناسبه. تفتهم شلون؟ فاربيل من واحد يصرف بيها فلوس لازم يعرف شلون جاي يصرف، هذا حيل شيء مهم. يعني هسه نفس الاكل اذا اروح اكلها بمنطقه ثانيه احتمال راح اكلها ب 30000 ب 35000، لكن هنا فقط اكلتها ب 5000 دينار. فخذ على ثمن على شغلات هو يختلف. واذا تحب تشرب شيء طبيعي تقدر تشربه بهالمكان همين، يسوون كل شيء طبيعي هنا. طبعا يا جماعه الخير بس انا شلون صار بي هيك ابتليت ملي، يعني اذا تستم شلون اكلت كلش بشكل هواي. فيا جماعه الخير اليوم المصروف مالتنا كانت 5000 واكلنا لفه ب 1500،
6 ونص، واكلنا اجنحه ب 14,000 يعني تقريبا 20,000، يعني نقدر نقول لكم تقريبا $14. هذا الاكل اللي اكلناها كلها. مشكل كل الاسعار. اريد هاي. لا هاي اخذها. نفسها تجي. هاي اخذها. شلون تجي؟ ايش هذا؟ شنو هذا؟ نفسها تقريبا شفافة بس تجي اكبر، شفافة اكبر. محمد ياهو احلى هذولا. اخذ هذا يمكن اصغر احلى. ايه اخذ هاي تمام. طبعا يا جماعة الخير هيك نساء مرات تشوفون يبيعون شغلات مثلا تقدرون تشترون منهم كدعم إلهم. هاي لا تنساها، دوم انصح بيها ان اشتروا من عندهم، خصوصا اهل بسطيات. من تشوف واحد مفتح بسطية او شغلة حاول تشتري من عنده، حتى لو ب1000 دينار، حتى لو بربع، المهم تشتري، انك تشتري. هاي تعتبر دعم إلها. الموقع البنية اللي اشتريت منها هاي السبحة، اول ما تدخل لشارع عسكان من اتجاه القلعة تمام، بدايتها صايرة بهالمكان هذا، هي بالضبط على ايدكم اليمنى تلقوها، تقدرون تشترون من عندها. فيا جماعة الخير هيك شغلات يعتبر دعم للمشروع، دعم بسيط. يعني انت ربع 500,000 دينار ما راح يأثر عليك اذا تشتري من عندها. من تشوفون اي مكان بنية ورجال شايب او طفل او فد شغلة، ترى عندنا فقرة هواي صدقوني يا جماعة الخير. من تشوفون يبيعون هيك شغلات اشتروا من عندهم. لا تنسون لايك والاشتراك بالقناة. تحياتي لكم، اخوكم غزان مصطفى. انتظرونا من تقييم جديد عن منطقة جديدة، عن اكلات جديدة. في امان الله.